مساء الخير يا شباب ويا شابات. النهارده معانا حلقة لذيذة، حلقة جميلة. موضوع كلكم طلبتوه مني، او يعني ناس كتير لما انا اي منشن صاحبتي اللي هي من ايجيبت، بما اننا بقينا مصنفين دلوقتي ايجيبت ومصر، بس نقدر نقول ان هي من الطبقة الراقية الويلثي، اللي عندهم ثروة مش بس فلوس كتير. وده عشان برضو في انواع، في ناس اولد ماني وفي نيو ماني وفي accumulated wealth وفي ناس generational wealth وفي انواع كتير جدا. ولكن باختصار اقدر اقول ان احنا مش هنتكلم على النيو ماني، ومش هنتكلم على الناس اللي معاها فلوس كتير وبس لمجرد الفلوس كتير وبس، ولكن هم they don't share the same او لا يتشاركوا. نحاول نتكلم عربي اكتر في الفيديو ده. لا يتشاركوا نفس المبادئ ونفس المعتقدات اللي عند الناس اللي طول عمرها أغنياء، ويعني مكونين ثروة، والثروة دي عمالة تتناقل عبر الأجيال. دول بيبقوا متربيين بطريقة مختلفة شوية. فطبعا يعني كل الاحترام والتقدير لكل الطبقات، ولكن أنا بتكلم على حاجة معينة قوي، عشان دول عندهم بيليف سيستم مش مجرد طريقة صرف أو طريقة تعامل عامة مع الحياة. طب أنا هبتدي بأكتر نقطة ممكن تبقى غريبة شوية، ولكن هي حقيقية جدًا، جدًا، جدًا. الناس دي بالذات الجيل الجديد بتاعهم اتربوا إن كل الناس بتبُص، إن البَص في حياتنا ده شيء طبيعي. يعني إحنا مثلًا أقدر أقول إن أنا middle class مثلًا. الواحد لمّا بيجيب حاجة جديدة دايمًا يعني إيه، أمهاتنا أو جداتنا يقولوا لنا ما تورّيهاش لحد على طول، خلّوهم يقولوا بسم الله ما شاء الله، الله أكبر ومش عارفة إيه كده. فده في حاجة، حد جاب موبايل جديد، عربية جديدة كده. إنما دول من وهم بيكبروا، من وهم صغيرين هم بيتربوا إن كل حاجة في حياتهم تثير البَص، سواء بقى البَص من الناس اللي هم بيتعاملوا معاها في العالم الخارجي، لمّا بيطلعوا برّه الcommunity بتاعهم أو الحتّة المقفول عليهم، يا إما من ناس بتشتغل معاهم وبتشتغل عندهم وحاجات زي كده. يعني عندهم self control عالي جدًا فيما يتعلق بالتعامل مع أشخاص مختلفين عنهم. أولًا بيعرفوا يقيّموا جدًا المواقف والأشخاص وبسرعة جدًا، علشان هم لازم يعرفوا بسرعة أنهو نوع شخصية من دي في الcategories اللي أنا عاملها في مُخّي. هل ده شخص عنده ما يكفيه، فبالتالي مش هيبُص مثلًا على حاجة عندي؟ هل الشخص ده حياته شبه حياتي، فبالتالي أنا لمّا أقول إن أنا سافرت باريس أجيب شنطة معيّنة، أو سافرت أعمل حاجة معيّنة حتى لو كانت صغيّرة وتافهة لبني آدمين كتير، هل الشخص ده هيستغربني والّا لأ؟ هل ممكن يحكم عليّا بينه وبين نَفْسه؟ هل ممكن يطمع فيّا؟ يعني عندهم أفكار كتير جدًا جوّه دماغهم بتخلّيهم لازم يقيّموا البني آدمين المختلفين من أول نظرة ومن أول تعامل. ليه بقى؟ في ناس من دي بتبقى جاية من عائلات اسمها معروف جدًا، عندهم سُمعة، عندهم اسم يعني تقيل. أي حاجة غير محسوبة ممكن تحصل، ممكن تؤدي إلى مشكلة كبيرة جدًا أو عدم ارتياح كبير جدًا للأشخاص دي. عشان كده برضه هُم لمّا بييجوا يرتبطوا ويتجوزوا وكده، الموضوع بقى ساعتها النسب بيتاخد في منطقة تانية خالص. يعني النسب ساعتها بيروح عايزين نعرف بقى عشان نعرف دول مشاركين مين وعندهم إيه وإحنا عندنا إيه، ولو في حاجة ممكن يكتشفوا مثلًا إن في عيلة معيّنة مناسبينها، ودي حصلت فعلًا. حد كان متقدّم لواحدة والاتنين من نفس الcommunity، ولكن أهل البنت اكتشفوا إنه أهل الولد، ناس من أهله يعني، رافعين عليهم قواضي في المحكمة على ناس من أهلها هي كمان. دي حاجة ممكن تحصل في العادي جدًا، ولكن نسبتها ضعيفة. لمّا تكون بقى عائلات كبيرة وعندها أملاك وعندها شركات وعندها شغل وجوّه مصر وبرّه مصر وأسامي وعائلات معروفة، ده very common. very very common إن واحد متقدّم لي أكتشف إن هو والله رافع على جدي قضية مثلًا. يهتموا جدًا بالحاجات دي بقى، داخلة في كل تفاصيل حياتهم وكل تفاصيل تفكيرهم. وده هيقودنا للنقطة التانية وهي السُمعة. الناس دي بالذات الجيل الجديد طالع فاهم أوي أهمية السُمعة، مش بس عشان نحافظ عليها ونكبّرها. يعني الجيل القديم عارف يعني إيه سُمعة، بس ساعتها كان الموضوع بيتّرجم لتعامل، لprivacy، لإن إحنا ما نطلّعش أسرارنا برّه. دلوقتي الوضع مختلف، عشان بقى في سُبُل كتير جدًا، وفي طُرق كتير جدًا إن حد ممكن يتهجم عليك فيها. ممكن واحد يطلع يعمل فيديو على الإنترنت يتّهم فيه شخص معيّن، خلاص كده كارثة already، وعشان تتعامل معاها وتحتويها ده حوار طويل. والaccess الكتير اللي لينا بقى، اللي بقى لينا على بعض، وبقى لينا access على كل الناس وكل حياتهم، وممكن أي حد يتصوّر في أي وقت، في أي وضع، في أي مكان.
ده خلّى إن هم بقوا إكسترا حريصين على بيظهروا مع مين، بيتصوّروا مع مين، بيقعدوا مع مين على نفس الترابيزة، بيشاركوا مين حياتهم أو أملاكهم. لإن أنتم عارفين طبعًا برضه الناس دي بيبقى عندها assets وعندها بيوت وعندها حاجات، وفي ناس كتير بتدخل وبتطلع بطبيعة الحياة الاجتماعية بتاعتهم. فهُم بيحرصوا جدًا على مين ييجي البيت ده، مش أي بيت، مين ممكن ييجي البيت ده، ومين ممكن ييجي البيت ده، ومين ممكن أكون معاه في المكان ده. فممكن يقدروا يكونوا مع ناس في أماكن معيّنة وأماكن تانية لأ، عادي جدًا. ليه؟ لإن كل ما أنت تبقى موجود في مكان قريب من الدايرة بتاعتي أكتر، ده معناه أو ده بيدّي indication أو إشارة إن أنت شخص قريب منّي أنا personally. إنّما لو أنا وأنت موجودين في محيط تاني مختلف شوية، مش هابقى مربوط بيك. فاهمين حاجة؟ أنا نَفْسي قعدت كتير عشان أفهم أصلًا إزاي الحسابات دي كلّها بتتعمل، بس apparently أو من الواضح كده إن الحاجات دي كلّها automatic خلاص. الأشخاص already محطوطين في خانات، كل واحد في الخانة بتاعته. ده ده الشخص ده بنروح معاه كذا وكذا وكذا، بنقعد معاه في كذا وكذا وكذا، بس ممكن ما نتصوّرش معاه مثلًا يعني. ده شخص ممكن نتصوّر معاه ممكن نكون موجودين معاه في مكان ناس كتير بس ما يكونش موجود في مكان قريب من الدايرة بتاعتي. كل ده بيحصل بشكل غير واعي في دماغهم، لإن هُم متعوّدين يفكّروا كده من وهُم صغيرين. هل في قرارات واعية بياخدوها في الحاجات دي؟ طبعًا، بس أنا باتكلّم على حتّة تصنيف الأشخاص ومين بتاع إيه، ومين بتاع القعدة ومين بتاع السفر ومين بتاع كل ده بيحصل بشكل أوتوماتيك، مش بيبذلوا فيه مجهود كبير أوي زي ما أنا باشرحه لكم دلوقتي يعني. تالت حاجة بقى ودي interesting جدًا، 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 الناس اللي they come from wealth أو الناس اللي هم جايين من الثروة المتوارثة، هم أشخاص بيعرفوا يحددوا مين زيّهم ومين من طبقات غنية أخرى. بمعنى إن هم يقدروا يعرفوا مين الشخص اللي داخل هذا العالم جديد، شخص مثلًا أبوه أو أبوها ما كانوش أغنيا زمان، ولكن هو بدأ يشتغل على نَفْسه، كبّر الشغل بتاعه، بقى معاه فلوس كتير جدًا، فقدر إن هو يدخل في community وفي طبقة جديدة which is completely normal طبعًا. بالعكس ده حاجة تحفة، يا ريت كلنا نعرف نبقى كده عصاميين وبنبتدي من from scratch. بس للأسف، للأسف ممكن الجيل الجديد بتاع الأبّهات اللي عملوا كده ما يبقوش فاهمين لسه هم فين. فاهمين قصدي؟ يعني هم لسه مش فاهمين السلِّمة اللي خدوها دي ودّتهم فين. فساعات بيطلع منهم تصرُّفات لسه بتربطهم ب الlevel اللي هم كانوا فيه أو الcommunity اللي هم كانوا فيه، فبيظهروا أوي وسط الناس. فهُم كأشخاص جايين من ثروات يعني متوارثة أو جايين من حتّة already بقى لهم كتير عايشين فيها، عايشين كده، بيقدروا يعرفوا الناس دي على طول، ولمّا بيلاقوا منهم تصرفات لا تليق بيهم بياخدوا خطوتين، 3، 4 لورا. عشان كده صعب أوي تلاقي الold money بيmix مع الnew money. دايمًا دول في الzone بتاعهم والold money في الzone بتاعهم، في الحتّة المقفولة عليهم، كلّهم مع بعض، كلّهم أهاليهم عارفين بعض، بيتجوّزوا من بعض، بيتطلّقوا من بعض، يعني كل حاجة بيعملوها مع بعض. الnew money هم اللي عندهم هم برضه still مع بعض، ولكن عندهم flexibility أكتر إن هم يكونوا في communities غنية تانية مختلفة عنهم. وعلى حسب كل واحد وشطارته بقى، اللي يعرف يطلع level أسرع ومن غير ما يفضل مرتبط بالlevel القديم، هو ده اللي بيعرف يوصل لcommunities تانية تعتبر من الold money أو من الgenerational wealth. بالعكس في ناس بتبقى عايزة الأشخاص دي تبقى وسطيهم، لو هم وصلوا لحتة ما بقتش متمحورة أوي حوالين الماديات، لإن الold money مش متمحورين حوالين الماديات، لإن already دي حياتهم من وهم صغيرين أو حياتهم طول عمرهم، فمش محتاجين يمحوروها if that makes sense. فهُم برضه ما بيقدروش يستحملوا حد متمحور حوالين الفلوس. من الآخر الold money أو الناس الgeneration wealth لازم دايمًا أربط عشان ما ابقاش باتكلم بس على الold money، عشان في أنواع كتير جدًا من الناس اللي عندها فلوس تعتبر ثروة مش فلوس جديدة. ما يقدروش يستحملوا الشخص اللي هو هيقعد بقى يتكلم عن الساعة والشنطة والعربية والshow off ده، الshow off اللي هو too much. هم مش بيحبوه خالص وما بيعرفوش يتعاملوا معاه، وبيحسّوا إن ده behavior low class behavior
أوكي، وخلّينا متفقين إن المنظرة والقنعرة والفشخرة الكدابة دي هي low class behavior فعلًا أيًا كانت طالعة من مين، سواء طالعة من واحد غني أو طالعة من واحد فقير. فبيعملوا إيه بقى، بيبعدوا خالص عن الناس دي وبيحاولوا ما يكونوش associated بيهم in any way shape or form. ده نوع من الناس اللي هم بيبعدوا عنه ومش بيقرّبوا منه. ليه برضه هم بيخافوا جدًا من الشخص المتمحور حوالين الفلوس ده، لإنه الفلوس اللي مع الناس لمجرد إن هم معاهم فلوس كتير ما عندهمش الأمان النفسي الكافي أو الثقة اللي هي جاية من حتة إن أنا معايا فلوس دي لسه مش موجودة بشكل كامل. ليه؟ لإن هو عاش حياته نُصّها كده ونُصّها كده، فلسه ما وصلش إن هو الموضوع يبقى في كيانه بالمعنى الحرفي، يعني اللي هو مش زي البيبي اللي اتربى في قصر وبيت وفيلا، مش زي ده، مش زي ده، عمره ما هيبقى زي بعض، عمرهم أبدًا ما هيبقوا زي بعض. فهُم بيخافوا من حتة البَص دي والمقارنة، وإن حد يبقى بيحاول بقى يشوف حياتك، لإن حياتهم فيها تفاصيل كتير وتفاصيل كتير حلوة let's be honest. فلمّا شخص مش متعوّد على ده طول عمره واتغنى فجأة أو دخل الغنى ده على جديد، بيبقى عنده حتّة البَص دي، أو لو مش بَص جاي من نقص، فهو جاي من مقارنة أو عايز أmatch، عايز أfit، عايز أجري عشان أوصل للlevel ده، لإن هم دول اللي أنا عايز أبقى زيّهم. فأنا لو هامشي على خُطى حد أو أقلِّد حد أو أقتبس حاجات من حاجات حد هتبقى هم دول. هم ما بيحبوش كده جدًا ومش مضطرين يستحملوا behavior زي ده، وأنا باشوف إن هو يعني حقّهم بصراحة، حقّهم إن هم ما يستحملوش شخص زي ده، لإن الموضوع بيبقى very sensitive بقى. إن دول عندهم حاجات كتير زي ما قُلت لكم، تفاصيلهم كتير وتفاصيل حياتهم كتير، وبيصرفوا فلوس كتير وبيسافروا كتير وبيعملوا كل الحاجات دي كتير جدًا، فلو عندهم شخص بيركّز في ده، فهيبقى إحساس غير مُريح بالمرّة. ده إحنا لمّا بنطلع طلعة الساحل والكاوتش بيفرقع بنقول مين باصص لنا في الطلعة، تخيّلوا دول بقى اللي هم رايحين جايين بالطيارات يعني مش عارفة أقول لكم إيه والله يا جماعة، حقّهم. they need to survive بالطريقة اللي هم شايفين إن هم يقدروا يsurvivوا بيها. طيب الناس برضه دول مش الnew money ها، وزي ما قُلنا تفكيرهم مش متمحور خالص حوالين الماديات، أُمّال تفكيرهم متمحور حوالين إيه؟ حوالين المكانة، الstatus. status is everything when it comes to generational wealth. الشباب الجديد كمان يعني since إن بقى في social media وبقى في accounts وبقى في بقى كل الهيصة الprofiling الشديد اللي إحنا عايشين فيه ده، بقى كل حد فيهم مهتم جدًا بالpositioning بتاعه كstatus وسط الcommunity بتاعه. طيب المكانة دي بيحافظوا عليها إزاي؟ أولًا people بالنسبة لهم are long term assets. يعني إيه؟ يعني مش هيعرفك لمجرد إن هو يعرفك، لأ assets يعني إيه؟ يعني في value، في added value في الموضوع. بالتالي زي ما قُلت لكم في الأول إن الناس كلّها عندهم محطوطة في خانات، الخانات دي مش مجرد خانات كده وخلاص، لأ، دي فيها الاستفادة اللي هو ممكن يستفيدها من الشخص ده في أي وقتٍ كان. فبالتالي هُم لمّا بيصنّفوا الناس ويحطّوهم في الcategories دي which is بالنسبة لهم مُبرر جدًا من وجهة نظري، آآ بيعرفوا بعد كده يinvestوا في مين ويdrop مين. يعني لمّا بيلاقوا شخص كويس ووَفي وكتوم لأسرارهم، بيحافظ على خصوصياتهم، بيshare نفس الvalues والgoals بتاعتهم، بيمسكوا فيه بإيديهم وأسنانهم، وهتلاقيهم بيعملوا مجهود واستثمار في الوقت والجهد شديد جدًا عشان يحافظوا على الشخص ده في حياتهم، وبيبصوا لكل العلاقات في حياتهم بنفس هذا المنطلق، إن الشخص ده استثمار. ليه؟ يوم ما يحصل حاجة أحتاجه هالاقيه، يوم ما هيحتاجني هيلاقيني كده، كده، لإن هو برضه بيبقى استثمار متبادل، ولكن هم فاهمين جدًا قيمة الأشخاص في حياتهم. أصعب ناس تcut علاقات، أصعب ناس تعمل دراما، عندهم المواجهة ضعيفة شوية، لإن هم مش بيشوفوا لها أي مبرر، ليه أواجهك؟ أنا هم حاطين يا جماعة العلاقات في خانة كده معيّنة، ممكن تكون ما فيهاش عُمق أوي، لإن هم برضه عايزين يحافظوا على إن ما يبقاش في عُمق، كل واحد يبقى عنده الboundaries بتاعته، فده بالتالي بيأدّي إن العلاقات بتبقى سطحية سِنّة، عميقة في حتّة المصلحة، ولكن سطحية في حتّة الpersonal experience والpersonal opinions والحاجات دي كلّها، الحاجات الpersonal أوي دي بيخلّوها لنَفْسهم. ولكن الجزء اللي هم بيتعمقوا فيه جزء الshared benefit، أنا أقدر أنفعك في إيه وأنت تقدر تنفعني في إيه.
هم أكتر ناس عارفين إن الvisibility ليها تَمَن. الvisibility معناها إيه؟ إن أنا أتشاف بشكل معيّن مختلف عن اللي حواليّا، راكب عربية معيّنة، لابس لبس معيّن، باتصرّف بattitude معيّن في مكان لا يليق به هذا الكلام. يعني ما يقدرش يروح مكان هو عارف إنه رايح مثلًا مصلحة حكومية، أو رايح مكان فيه mix من الطبقات الاجتماعية وفيه diversity كتير أوي ما بين levels كتيرة من الشعب، مش هيروح أبدًا لابس نفس اللبس وراكب نفس العربية. عشان كده معظمهم عندهم عربية للبهدلة والفرهدة والحوارات والحاجات والمشاوير، وعندهم عربية تانية ده إن ما كانش عربيات للخروج بقى والفُسح والسفر والساحل وكل الكلام ده. ما يعملش أبدًا الswitch ده، عشان هو عارف إن التمن بتاعه غالي جدًا. النقطة اللي بعدها ليها علاقة بده برضه، إن الغلطة عندهم بفورة. يعني الغلطة عند هذا الشخص اللي جاي من مكانة اجتماعية معيّنة، زي ما قُلت لكم مش بس غِنى، مش بس فلوس كتير وخلاص، لأ، فلوس كتير، طبقة اجتماعية معيّنة، community معيّن وpositioning وstatus معيّن. الغلطة عندهم مش بتتعامل مش بتمُر مرور الكرام. وهنا بنتكلم على فكرة على غلطات ممكن ما تكونش كبيرة خالص. يعني أدّيكم مثال، في الcommunity ده ناس دايمًا بتكون معروفة بالعزايم، العزايم الكبيرة الفخمة اللي فيها كل حاجة. فنفترض إن في غلطة ما حصلت مع شخص ما، الغلطة دي الcommunity ده كله هيقعد يتكلم عليها لأيام قدّام. مش زي عندنا مثلًا لو إحنا عازمين عزومة في رمضان ونسينا نعمل حساب المشروبات مثلًا، فالناس فطرت وجاية بقى عايزين يشربوا حاجة ما فيش حاجة، فمعلش يا جماعة نسلِّك مع بعض، هنطلب مَكّة دلوقتي نضرب لنا إزازتين كركديه مش مشكلة الدنيا هتتحل. لأ، هم عندهم الموضوع مش كده، الغلطة عيب. يعني بادّيكم مثال طبعًا على موضوع العزايم ده، ولكن في حاجات تانية بقى كتير. ودايمًا القصص اللي بتتداول في هذا الإطار من الcommunity ده ليها علاقة تخيّلي مديحة ما حطِّتش إيه مديحة ده اسم مش old money خالص. تخيّلي نازلي ما حطِّتش الشوك اللي بتاعة السمك جنب سمكة السالمون اللي كانت على السفرة. يعني هتلاقيهم بيرفضوا يعملوا حاجات معيّنة. يعني فكرة إن إحنا نعمل مثلًا فيديو تيك توك نطلع نهبِّل فيه كده وننزّله ومش عارفة إيه، لأ مرفوض. ما فيش حاجة اسمها كده. الإنترنت ما بيلعبوش مع الإنترنت، لإن إنترنت is forever. أي حاجة online is forever. ف فالموضوع مش all fun and games خالص بالنسبة لهم. هتحس إن هم out of touch، completely out of touch. بس out of touch بالنسبة لك، هم بالنسبة لهم هم in جدًا. يعني هم بالنسبة لهم وبالنسبة للناس اللي بيشوفوهم وبيقابلوهم كل يوم والقعدات اللي بيقعدوها، هم in جدًا وin touch جدًا، أنت اللي out of touch بالنسبة لهم. فعشان كده الموضوع نسبي جدًا يا جماعة. لمّا بنقول out of touch حتى influencers أو كده، ده العالم بتاعهم، ده الreality بتاعهم. هو مش مضطر ييجي يعيش في العالم بتاعك علشان يبقى in touch. ف فأنا باشوفها حاجة مختلفة جدًا. إحنا إزاي بنشوف الناس شايفة إيه. أنا ممكن أبقى out of touch لناس تانية كتير أوي. ممكن واحد يبقى بيتكلم على حاجة بتحصل في شارع بيتهم في الحي بتاعهم بس، فهو بالنسبة له أي حد ما يعرفش إيه ما تعرفش بتاع الروبابيكيا اللي بيعدّي من تحت البيت. مش كل الناس عارفة يعني إيه حد بتاع روبابيكيا. يعني ما تقنعنيش إن بتوع ميفيدا العيال الصغيرة اللي متربيين من وهُم babies في الcompound ده وكبروا بقى عندهم 6، 7 سنين. أنا عارفة بتاع روبابيكيا من وأنا صغيرة لإنه كان بيعدّي تحت البيت. هاعمل إيه؟ هو لسه بيعدّي تحت البيت، بقى معاه مايك بقى دلوقتي ده الجديد. بس زمان عارفاه من وأنا صغيرة. فتمسك طفل في الشارع عنده 6، 7 سنين تقول له عارف بتاع روبابيكيا؟ هيقول لك آه، عمو بتاع روبابيكيا. بتاع بيكيا ده. بتاع ميفيدا ما يعرفش بتاع روبابيكيا. ومش مش لازم يعرف، هو حاجة ما عاشهاش ما جرّبهاش. فهو مش out of touch، هو out of touch بالنسبة لك. فكرة بقى إن هم ينسحبوا من مكان عشان موقف معيّن مثلًا حصل، دي common جدًا. يعني common جدًا إن شخص يبطّل يروح مثلًا gym معيّن أو نادي معيّن أو مطعم معيّن أو أي حاجة لمجرد إن في موقف محرج حصل هناك. ليه؟ هم حساسين جدًا ناحية النوع ده من المواقف. وبيقعدوا يفكّروا فيها وبيoverthink كتير جدًا على فكرة. لإن زي ما قُلت لكم هم status is everything عندهم. فأي حاجة بتلمس أو بتيجي حوالين فكرة الpositioning اللي هم عاملينه لنفسهم، حتى لو موقف كان فيه سوء تفاهم أو كده، هم بيفضّلوا إن هم يبعدوا عنه خالص. أنا عندي صحاب
في مناطق كاملة في اسكندرية ما بيروحوهاش، ما بيدخلوهاش. وزي ما أنتم عارفين إحنا في اسكندرية هنا كلنا عارفين بعض، فمجرد إن أنت دخلت منطقة معينة اعمل حسابك إن أنت ممكن تخبط في 7، 8 بني آدمين easy في ساعة، عادي جدًا. يعني ما فيش يوم تقريبًا أنا بانزل فيه من غير ما أشوف حد أعرفه صُدفة في الشارع، حاجة صعبة جدًا إنها تحصل. فبالتالي لو في ناس منهم عايشين في إسكندرية أو بييجوا إسكندرية كتير، لأ عندهم أماكن كده هم ما بيحبوش يدخلوها خالص، وممكن هم أصحابي لمّا يشوفوا الفيديو ده يعرفوا. ما أعرفش إيه السبب، بس أنا متأكدة إنها مواقف مش لطيفة حصلت، فهُم بي 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 وبيبعدوا عن أماكن برضه، يعني هتلاقيهم ما بيخرجوش في نفس الأماكن اللي بيشتغلوا فيها، ما بيشتغلوش في نفس الأماكن اللي بيخرجوا فيها، ما يعني عاملين كده category لكل حاجة. لأ خلاص أنا باروح المكان ده للشغل، أنا لمّا عاوز أتبسط أو أخرج أو أعمل أي حاجة هاعملها برّه الشغل، بل وفي ناس منهم بتأجّل فقرة الانبساط دي لمّا يكونوا مسافرين أصلًا برّه. يعني في ناس بتقول لي: "أنا ما باعرفش أتبسط بجد غير لمّا باسيب مصر وأمشي، غير لمّا باسافر أروح أقضي لي أسبوعين في أي حتة برّه." وفي منهم بيسافروا كتير جدًا، يعني ممكن يسافروا كل شهرين مرّة، كل 3 شهور مرّة برّه مصر يعني، فبيسافروا total 4، 5 مرات في السنة easy يعني، عشان هو بجد ما بيلاقيش انبساطه غير لمّا بيسافر برّه. بيحس إن هو anonymous كده، وبيحس إن هو تجرّد من كل بقى الحاجات اللي هو حاططها في دماغه وعامل لها حساب طول الوقت دي. في حتة بقى العلاقات العاطفية، الحُب يعني يكاد يكون من يعني ممكن يكون تالت أو رابع حاجة بعد حاجات كتير جدًا، وبرضه أنا لا ألوم عليهم خالص في ده، زي ما قُلت لكم they need to survive وthey need to محتاجين ينجوا يعني هم كمان ينجوا بحياتهم زي ما إحنا محتاجين ننجو بحياتنا، لازم يحطّوا في اعتباراتهم حاجات أكتر بشوية من الحُب. وأنا باشوف عامةً in general ده اللي المفروض الإنسان يفكّر يعني دي الطريقة اللي المفروض الإنسان يفكّر بيها. لإن الحُب في أحيان كتير جدًا لبِّس ناس كتير جدًا، وفي ناس كانت بتحب بعض وبطّلوا يحبّوا بعض بسبب إن هم اختاروا بعض على أولويات عبثية، وفي ناس الحُب خلّاهم يكمّلوا فعلًا ويزُقّوا، ولكن ده يخلّينا نفكّر إنه طالما الموضوع نسبي، يبقى لازم نحُط الحُب في مكانه الصح. أنا باحب صاحبتي دي جدًا مش بس في العلاقات العاطفية، باحب صاحبتي دي جدًا ولكن هي بتأذيني جدًا، فأنا لازم يكون عندي أولويات تانية في الصداقة، إنها تكون وفيّة، إنها تكون أمينة على أسراري، إنها تكون بني آدمة سوية نفسيًا وبعدين أحبها، وهي لمّا تكون كده automatically أنا أصلًا هاحبها وحُبّي هيزيد ناحيتها. فهُم عندهم بقى الليستة بتاعتهم أطول شوية في الحتّة دي، والاستقرار المادي يأتي رقم 2. رقم 1 السُمعة، سُمعة الشخص ده إيه، تاني حاجة الاستقرار المادي، تالت حاجة التوافق المادي، الشخص ده متوافق معايا ماديًا قد إيه، رابع حاجة التوافق الفكري، الشخص ده عنده نفس المكان عنده نفس الهدف اللي أنا عايزة أروح له والّا لأ، لإن ده بيسبب لهم هم مشاكل كتير جدًا، لإن الناس دي زي ما قُلت لكم تفاصيل حياتهم كتير، هم ما عندهمش استعداد ما يبقاش في توافق مع الشخص في حتّة الأهداف دي، لإن أنا لو عايزة أروح حتّة أنا عايزة أروح حتّة وalready معايا كل الإمكانيات إن أنا أروحها، ليه أنت تيجي توقّفني مثلًا يعني، وبعدين بعد التوافق الفكري ييجي بقى الحُب، الحُب بقى والعاطفة والكلام الجميل ده، فليستتهم طويلة أوي وvalid جدًا. عايزة أقول لكم بقى معلومة عن الناس دي، إن هم عندهم أكبر درجات التحكُّم العاطفي والنفسي، اللي متربيين على كده من وهُم صغيرين، ما عندوش option الانهيار والpsychotic sessions ما عندوش الoption ده، يعني أنا عندي دلوقتي option أتعصب وأنهار وgo crazy وعندي option أهدى وأتكلم بالراحة وأفكّر وكده عشان مصلحتي، عشان نفسي، هو بقى ما عندوش أصلًا option إن هو يgo crazy ده مش موجود، فلو واحدة متخانقة مع جوزها ونازلين عندهم event والّا نازلين عندهم فرح أو حاجة، هم غصب عنهم لازم يقفوا ويتعاملوا ويضحكوا ويهزروا مع بعض لحد ما يروّحوا البيت بقى يشوفوا هيضربوا بعض بأنهو جزمة، ولكن قدّام الناس دايمًا polished دايمًا composed دايمًا كده. هل نقدر نقول إن حياتهم فيها تظاهر بنسبة كبيرة؟ آه طبعًا فيها تظاهر، وهُم عارفين، وهُم عارفين، هُم ما يقدروش يكونوا themselves طول الوقت. they cannot afford to be themselves طول الوقت. وعشان كده أنا باشوف إن حياتهم فيها معاناة على فكرة برضه بغض النظر هي مش فكرة فلوس وخلاص، فيها معاناة نفسية كتير أوي مع بنود كتير أوي. في concept برضه مهم جدًا وإحنا ممكن نتعلم منه حاجات كتير أوي، إن access is more important than owning things. يعني إن أنا يبقى عندي access على مكان exclusive ناس بتروحوا بشكل خاص
بيكون متواجد فيه أشخاص معيّنة جدًا، أنا لمّا أروح أinteract بطريقة معيّنة وأشخاص معيّنة جدًا هتفيدني في علاقاتي، هتفيدني في الpersonal experience بتاعتي، هتفيدني في حاجات هتadd value عامةً للmentality بتاعتي، هُم حاطين ده أولوية عن إن هُم يشتروا يعني أو يكونسيوموا حاجة معيّنة لمجرد إن هو يجيبها عشان يرضي الego بتاعه وخلاص، ما عندهمش الحتّة دي. العربية ما العربية موجودة، الطيارة ما الطيارة موجودة، ما أعرفش إيه ما ده موجود، أنا عايز أكون موجود مع ناس بتفكّر بشكل elite، عايز أكون موجود مع ناس exclusive، هي دي هُم بيشوفوا الفايدة الحقيقية في ده مش في شراء الأشياء. وده اللي أنا كنت باكلّمكم عليه في فيديوهات قبل كده كتير، قُلت لكم إن الفلوس at some point لمّا يبقى معاك enough منها، هتبتدي تغيّر وتshift التفكير بتاعك كلّه ناحية الهدف أصلًا من تجميع الفلوس إيه. هيبقى الموضوع بالنسبة لك أمان، استقرار، اختيارات صح، قرارات صح، إنّك تبقى موجود مع الناس الصح، ما تجبرش نَفْسك تكون موجود في مجموعة مش مناسبة بالنسبة لك لمجرد إن أنت ما عندكش خيارات أخرى، لمّا تكون مسنود وحاسس بثقة في نَفْسك ده هيدّيك الدفعة إن أنت تقدر تكون موجود في مجتمعات تانية كتير، ما تبقاش حاصر نَفْسك على مجموعة معيّنة بس. فهُم بيفكّروا كده الaccess بيفتح لهم حاجات عامل زي الشجرة اللي عمّالة تتفرّع. يتعرّفوا منها على ناس ويروحوا منها أماكن they go places حرفيًا من خلال ناس معيّنة وأماكن معيّنة، فبالنسبة له العربية مش هتعمل لي ده ولا الموبايل هيعمل لي ده ولا الشنطة اللي مش عارفة بكام هتعمل لي ده، دي حاجات كلّها بتعمل لهم بس positioning بتساعدهم في الحفاظ على الstatus بتاعتهم. ولكن مش أكتر ولا أقل. عايزة أقول لكم لمّا اشتغلت في النادي بتاع التنس بتاع الأغنياء اللي في أمريكا اللي في الhamptons ده، ممكن تبقوا ترجعوا تتفرّجوا على الفيديو، بس بجد اكتشفت حاجات كتير أوي على الناس اللي معاهم generational أو عندهم generational wealth. فكرة إن هم أصلًا يدفعوا الأرقام دي عشان يبقوا member في النادي ده، النادي بجد يا جماعة عبارة عن 3 ملاعب تنس، يعني مش حوار خالص، وفي indoor pool واحدة، يعني نادي سموحة أنا آسفة في الكلمة يضربوا بالشبشب. مش بالشبشب حتى يعني يعمل له كده. نادي سموحة لو قارناه بنادي الهامبتونز اللي في أشيك وأرقى وأغنى حتة في أمريكا في نيويورك، هو ولا حاجة. بس لو تشوفوا ده بيتدفع له كام وده بيتدفع له كام أو الناس دي بتدفع كام، مش بس فلوس، هو الموضوع أصلًا عشان تبقى member ده حوار، ولازم تبقى أنت من عيلة متأصّلة معيّنة عشان تبقى member أنت بعد كده وعيالك وأحفادك. it's crazy اللي الناس دي بتعمله عشان تكون موجودة في الدواير دي. مع إنه ممكن ياخد الفلوس دي ويروح يعمل بيها أي حاجة تانية، أنت ليه عايز تكون موجود هناك؟ ما تفهّمنيش إن أنت دافع ال200، 300,000 دولار في السنة للmember الواحد ده عشان تنزل تلعب تنس ساعة كل 3 أيام والّا في الصيف بس، في هدف أكبر من كده networking ولو أنا شُفت أي member منهم في شوارع أمريكا عادي، عمري ما هاقول عليه إن هو غني ولا يحتكم حتى على $1000 في البنك بتاعه يعني، لإنه بجد شكلهم وهُم مش مع بعض يعني فرداني تحسّه عادي جدًا، إنه عادي، بس لمّا تشوفهم مع بعض الصورة الكاملة بقى وhow they interact بيتفاعلوا إزاي مع بعض وبيتكلّموا إزاي مع بعض وبيقعدوا إزاي وبيعملوا إزاي وبياكلوا إزاي وبيشربوا إزاي وبيركّزوا في تفاصيل قد إيه، هتقول لأ، الناس دي مش ناس عادية، الناس دي مش ناس عادية وما اتربّتش تربية عادية ومش عايشة حياة عادية. فأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وأنا شخصيًا استفدت كتير من صديقتي دي وأصدقائها، وفي حاجات ما تنفعش مع حياتي مش هاعرف أطبّقها obviously وفي حاجات تانية نفعتني بصراحة وبقيت باعمل بيها في حياتي، فقولوا لي أنتم استفدتوا إيه من الفيديو ده، وقولوا لي لو عندكم مواضيع تانية ليها علاقة بالموضوع ده أو موضوع تاني ونتكلم فيه، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله ciao.